بالنسبه لي الرز بلبن السهل الممتنع. يعني في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الرز بلبن، وحاجه سهله وبسيطه وتحليه كده في 5 دقايق، تحليه مش مكلفه. النهارده كده قررت اعمل لكم الرز بلبن بالفواكه، طعم وريحه، والرز كريمي معايا وريحته كده تفتح النفس، احلى من اللي بنشتريه من بره. لو انتوا اول مره تشوفوني فانا ايمي ودي قناتي، ما تنسونيش في لايكات كتير وكومنتات. واول حاجه كده عندي نص كوبايه من الرز ضفتها كده في الحله، وضفت عليها حوالي 4 كوبايات من الميه السخنه. واهم حاجه تبقى الميه معايا سخنه جدا علشان الرز بتاعي ما يعجنش. بعد ما سبتهم كده لمده 10 دقايق والرز كان استوى معايا، هبدا اضيف كل كميه اللبن. لكل نص كوبايه من الرز عليهم كيلو لبن. عايزه اقول لكم الرز ده من احلى الحاجات واحلى التحليات البسيطه السهله الغير مكلفه اللي بنشتريها بارقام. عايزه اقول لكم البوله دي سالت عليها ب 25 جنيه. بعد كده ما سبت الرز حوالي 10 دقايق وكان استوى معايا، هبدا كده اضيف النشا. وطبعا لو انت حابه تضيفي كريمه ضيفي، بس انا في الوقت ده ما كانش عندي كريمه. هبدا كده اجيب نص كوبايه من الميه، اضيف عليها معلقتين من النشا، اقلبهم كويس جدا. واهم حاجه نضيف النشا على ميه بارده علشان ما يكلكعش معاكي. وبعد ما قلبت النشا معايا كويس جدا هبدا اضيفه على الرز. الرز مستوي تماما، الاول سويته او سلقته بمعنى اصح في الميه، وبعدين ضفت عليه اللبن فاستوى كده وبدا يربط معايا. بعد كده ما استوى ودقته كان مستوي ضفت النشا. واهم حاجه في اللحظه دي نقلب كويس جدا علشان النشا هيبدا يتقلي الرز. زي ما انتوا شايفين كده يبقى الرز معايا خلص. في اللحظه دي هبدا اطفي عليه واضيف نقطتين من الفانيليا. واهم حاجه لما نضيف الفانيليا ما نضيفهاش والرز بيغلي او الرز على النار. في حاجه كمان هبدا اضيف السكر. استخدمت نص كوبايه من السكر، قلبته كويس جدا، اتاكدت ان السكر داب معايا. طبعا لو انت بتحبيه مسكر زودي، بس انا اكتفيت بنص كوبايه من السكر لان لسه هضيف فواكه، والفواكه طبعا حاطين فيها سكر. جبت بوله عندي كده وبدات اصب فيها الخليط. طبعا مش هامله البوله للاخر لان لسه التزيين. ولو انت مش حابه تزيني طبعا بفواكه او مش عندك او مش متوفر، هتبداي كده اي مكسرات موجوده عندك هتبداي تزيني بيها. وبعد كده ما سبت الرز برد معايا تماما حوالي كده نص ساعه، هبدا اضيف الفواكه اللي عندي. انا عندي ضربه في الخلاط عصير مانجا وعصير جوافه، بس اهم حاجه يبقى تقيل معانا علشان العصير كده ما يختلطش بالرز، وكمان تبقى شكل العصير منسق معايا. لو انت مش عندك فواكه، حبه جوز الهند على فول سوداني على اي مكسرات موجوده عندك هيقضي الغرض ومفيش اي مشكله. بدات كده اصب عصير المانجا وعصير الجوافه مع بعض علشان اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه، يبقى نص الطبق عصير مانجا ونص جوافه. بدات كده اضيف المانجا مقطعاها مكعبات والجوافه، وكمان هزين بصباع موز كده كان عندي. عايزه اقول لكم الوصفه دي من اسهل الوصفات، يعني لو انت لسه مبتدئه هتعمليها في 5 دقايق. ولو انت عمرك ما عملت رز بلبن، لو مشيتي على كل خطوه قلتها هتعملي احلى والذ رز بلبن. في الوقت اللي احنا فيه كده بنحاول نعمل لاولادنا حاجات حلوه وكمان ما تبقاش مكلفه، تحليه سهله وبسيطه. وكمان لو انت حاسه ان الفاكهه هتبقى غاليه عليكي، خلاص استغني عن الفاكهه. عايزه اقول لكم بعد ما تحطوا في التلاجة كده لمده دقيقتين او يعني 10 دقايق زي ما تحبي، الطعم والريحه، ريحه الفانيليا طبعا الرز معايا نشوي خالص وطعمه حلو كده، والفواكه مديه طعم تحفه جدا. لو انتوا اول مره تشوفوني فما تنسونيش في لايكات واشتراكات، واترككم في